صباح الخير خالتي. عافاك عطيني زوج ربطات ديال القزبر والمعدنوس مخلطين، شي 4 الحامضات وشي 2 حزمات ديال البقوله. اهلا بالغزاله ديالي. واخا دابا نجمعهم لك بنيتي. جمعاتهم عطاتهم لي وخلصتها. قالت لي الله يخلف عليك يا بنتي والله يسقم لك السعد، انت راكي لاله البنات. قلت لها اللهم امين يا رب. مشيت خديت 1 كيلو ديال السردين و1 كيلو ديال الحوت مخلط. من تماك دزت عند الخضار. السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا، اشرقت الانوار، ليلة البنات غادي تقدم عندنا اليوم. مرحبا مرحبا مرحبا، ونهار زين هذا. حضرت راسي بلا ما نشوف فيه بلا ما نجاوبو. زدت واحد الشبكه درت فيها داكشي اللي قسم الله ديال الخضره مخلطه وعطيتها ليه. قال لي الثمن خلصتو وتميت غاديه. حتى تبعني وشكون من غيره؟ عزيز الخضار دار كالزلط. قال لي واش باقي ما بغيتيش تحني عليا زينة البنات؟ خنزرت فيه وقلت ليه اش هالطريقه كدوم معايا بها عزيز؟ حنا زعما راه جيران ولا درب واحد ولا حومه وحده، حشوم دوم معايا بهذا الاسلوب؟ قال لي انا راه باغي غير الحلال. قلت لي لا باغي الحلال دارنا راك عارفها فين جات، وخويا عمر كدوز من حداك 2 مرات في النهار. قال لي ودابا نوريك انا علاش قاد. زدت خليته. بقيت غادي حتى وصلت قدام العماره اللي ساكنين فيها، يا من السكن الاقتصادي، وحنا ساكنين في الطابق الثاني. وصلت للشقه ديالنا، حطيت المقديه، جبت السوارت، حليت الباب، حتى كيبان لي خويا عمر جالس كيتفرج في التلفازه وهز واحد الكتيب تيقرا فيه. قلت لي صباح خير خويا الغزال. نوض كيجري عندي، هز من عندي ديك المقديه دخلها الكوزينه ورجع عندي، عنقني وقال لي صباح الخير اختي الغزاله. كون غير قلتيها ليا نمشي معاك للسوق. قلت لي راك انتي ناعس ما بغيتش نفيقك، راه عندك غير هاد النهار. قال لي واش انت راه عندك غير هاد النهار؟ قلت لي ماشي مشكل يا سيدي ماشي مشكل. حيت الحجاب ديالي سلت جلابتي ويقول لي اختي تبارك الله عليك، عرفتي داك المسمن اللي درتي كيدوب في الفم، الله يعطيك الصحه. قلت لي بالصحه والراحه الحبيب ديالي. درت الطابليه، هزيت لما عند خالتهم الكوزينه، جبت داكشي كله اللي بغيت نقى اللي بغيت قاد. وبدا الماراطون ديال الشقه. انا خديجه المساوي، عندي 33 سنه، من عائله مستوره ولله الحمد، يتيمه، ولكن توفى الاب ديالي وانا عندي 20 عام، والام ديالي توفات وانا عندي 29 عام. عندي اخ وحيد اللي هو عمر، وحاليا عنده 25 عام. كنعتبره ولدي نور عينيا، اغلى ما عندي، علاقتي بيه مميزه بزاف. انا كندير الميناج في واحد الشركه كبيره، وفي نفس الوقت ملي كيبقى عندي شي شويه ديال الوقت في النهار كنمشي عند واحد المحامين عندهم مكاتب، كنسيق ليهم المحلات والدروج وما الى ذلك، وكنغسل المواعن وكيتهلاو فيا. وخويا شد الباك ديالو، دار عامين في ليتيا، والحمد لله لقى واحد الخدمه في واحد الشركه ديال الالكترونيات، وعايشين بما يرضي الله. هو الام ديالي الله يرحمها وسع عليها قبل ما تموت كانت مرضات واحد المرضى صعيبه مده ديال 3 سنين، كنت مضطره نتسلف بزاف ديال الفلوس باش نعالجها، ولكن الحمد لله هذه واحد 3 شهور حيدنا علينا الكريديات كلهم، مبقى كيتسنى حتى شي ريال. ودابا كنفكر انا وخويا عمر نديروا اليد في الايد، وان شاء الله باذن الله نجمعوا فليسات ونشريو شي بارطمان على قد الحال غير باش نتهناو من الكره. انا واحد البنت اللي هي محجبه ملي كانت عندي 13 عام ولله الحمد، ربي يرزقني من الجمال نصيب وفير جدا، بياض على شقار على عينين خضر وكبار على شعر طويل ذهبي اللون ورطاب، والحمد لله جسمي متناسق ومتدفق الانوثه، وطولي 162. كل شيء فيا زوين، حتى من الغمازات ديالي كيتلفوا اي واحد كيشوفهم، ولكن انا من داك النوع اللي كيخاف الله، شي حاجه اللي تغضب الله مستحيل نديرها. غتقولوا كيفاش انت زوينه فحال هكذا وكيفاش اخلاقك مزيانه وحتى شي واحد مخطب فيك واخا وصلتي 33 عام؟ غادي نجاوبكم ونقول لكم لا، خطبوا فيا الناس ملي كانت عندي 22 23 عام، كان كيمشي عريس وكيجي عريس، ولكن ديك الساعه ما كانش بامكاني حيت كانت الام ديالي تاثرت بالوفاه ديال الاب ديالي وبدات كتمرض بشويه بشويه، وخويا كان مازال صغير وكتعرفوا المصاريف ديال القرايه وما الى ذلك. انا خرجت من سنه تانية ثانوي، يعني الحمد لله قاريه شي شويه، ما نقولش لكم راني واعره مثقفه، ولكن الحمد لله كنقرا جورنال، كنقرا كتوبه، كنقرا قصص، واهم حاجه كنقرا كتاب الله كل نهار، فالحمد لله هذا من فضل الله عليا. وملي وصلت ديك 30 عام صافي ما بقوش كيجيو الخطاب بزاف ملي توفت الام ديالي، وانا اساسا نادره حياتي لخويا وبغيت نشوفو احسن واحد في الدنيا،
واخا هو من ورا الباك ما بغاش يقرا لي في شي مدرسه مزيانه، واخا كان جايب معدل مزيان، قال لي ندير شي دبلوم خفيف ظريف باش نعاونك. كيهز ليا الهم بزاف، كيفضلني على نفسه كيف ما انا كنفضلو على نفسي، وكنهز عليه الهم بلا قياس. والحمد لله الله يديمها محبه بيناتنا. هاد عزيز ولد جيراننا، ساكن في نفس العماره اللي انا ساكنه فيها، ومن شحال هادي حاط العين عليا. ما تعجبنيش حيت كيكمل كارو، كنسمع انه كيسكر. شي واحد اللي اخلاقه خايبه مستحيل ترتبط حياتي بحياته. ولكن انا عييت، دائما البنات كيسولوني، بنات صغار مني ومزوجات: خديجه امتى غادي تزوجي؟ خديجه امتى غنشطحوا في عرسك؟ خديجه امتى دينا شي عراس يافا على تاركه؟ واش انا كرهت؟ واش انا رمي راسي لاي واحد كيف ما كان باش نرضيهم؟ والله العظيم الا عييت وتقهرت. داز داك النهار اللي غدي فقت مع الصباح، مشيت شديت ترونسبور، مشيت خدمت في الشركه اللي كنخدم فيها. الحمد لله كلشي كيدوز هو هذاك. من بعد مشيت لدوك المكاتب ديال المحامين، سيقت الدروج، سيقت الدنيا، نظفت، دوروا معايا داكشي اللي قسم الله. شديت ترونسبور، جيت للدار، بديت كنظف، كنقاد، كنوجد في الغداء لا جا خويا يلقى ما ياكل. والحمد لله نهار كدوز مورا نهار وحياتي زوينه. داز اسبوع، وصل نهار السبت، حتى كنسمعوا الدقان في العشيه مع جويه هذيك ستونس ديال العشيه، حتى كنلقى خالتي سعيده واقفه في الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شداتني وسلمت عليا سلام عزيز، واه كاع هما فاليها، ودخلوا بناتها بزوج: السلام. وعليكم السلام. حتى كيدم دخل عزيز، واش عقلتوا عليه؟ عزيز الخضار كيطلع ويهبط فيا. الحمد لله انا اللي كنت لابسه حوايج عراض ودار الحجاب ديالي، وانا نعيط على خويا: عمر عمر. خرج ويقول: يا شكون؟ قلت لي: خالتي سعيده وعائلتها. قال لهم: مرحبا. دخلناهم للصالون، عندنا واحد الصوين على قد الحال مفرشينه. جلسوا، مشيت انا كنعمر اتاي، حتى كنسمع عزيز كيهضر مع خويا. قال لي: واخويا عمر، حنا راه ولاد حومه وحده، ولاد الجيران، وكل واحد فينا كيعرف الاخر، وانا جاي طالب راغب في ايد اختك. قال لي: اختي؟ شكون اختي؟ ويقول لي: علاش عندك من اختك؟ عندك غير خديجه. خديجه لاله البنات. ويقول لي: انت قلت لاله البنات، ما يمكنش نعطيها لاي واحد كيف ما كان. ويقول لي: همو وليدي فين تلقى بحال ولدي؟ تبارك الله ما شاء الله، عنده المحل ديالو وكيبيع الخضره وحادق. قال لي: هو كيكمي وكيشرب، وحنا هادشي ما نرضوش علينا. قال لي: والله راه المراه الذكيه هي اللي ممكن تخلي راجلها يخلي داكشي الخايب كله ويعيش حياه اللي هي مزيانه. جبت داكشي اللي قسم الله، حطيته، جلست وبديت كنفكر بيني وبين راسي: دابا 33 عام، امتى غادي نتزوج؟ امتى غادي نولد؟ لربما ديال الفرصه الاخيره عندي. انا ما مقتنعش به، ما عجبنيش، ولكن كيف ما قالت الام ديالو ممكن بعد الزواج ان شاء الله نأثر عليه بطريقه اللي هي ايجابيه ونخليه يتبع الصراط المستقيم. ويقول لي: اخويا شوف يا خالتي، راه نتوما على راسنا وعينينا، ولكن وانا نقول لها: ولكن يا خالتي خلينا شويه الوقت باش نفكروا. تقول لي: بنيتي حقكم. كاع داكشي اللي قسم الله، خرجوا نشوف حالاتهم. ويقول: يا خويا عمر، خديجه واش حماقتي؟ واش انا غادي نعطيك لهداك الحماق هذاك المتخلف؟ قلت لي: خويا انا ما بقيتش صغيره، عندي 33 عام وغادي في الكبر ماشي غادي في الصغر. شحال من عام عمر شي واحد ما دق باب دارنا. الا بقيت في حال هكذا كنتشرط، غادي نبقى حداك وانت غادي تزوج وغادي مرتك ووليداتك، ولا ربما مرتك ترفض الوجود ديالي في حياتها. قال لي: هاد المراه اللي غترفض الوجود ديالك في حياتها ما عندي ما ندير بها، وانت عارفه هاد الهضره، وانا ما كنفكرش نتزوج حتى نفرح بيك. قلت لي: انت قلتيها، يعني انت راهن المستقبل ديالك باشنو غادي يوقع معايا، وانا ما يمكنش نخليك عيش في حال هكا بدون هدف. حتى انا بغيت نفرح بوليداتك، بغيتهم يقولوا لي عمتي، حتى انا بغيت نشوفك مهزوز فوق العماريه، حتى انا بغيت نشوفك داير المشروع الخاص بك، بغيت نشوفك داير دارك، بغيت نشوفك مع انسانه اللي تخاف عليك وتبغيك. قال لي: عمر شي وحده ما غتخاف عليا وتبغيني قدك. قلت له: انا اختك، بغيت وحده اللي تشارك معك حياتك. قال لي: وشنو الحل؟ قلت له: الحل هو اني نتزوج بعزيز. هو حمق واحد شويه، باسل شويتين، في شويه البساله، هي كيك ميت يشرب، ولكن كيف ما قالت الام ديالو، انت عارفني انا انسانه بعقلي والحمد لله رزينه، وغنعرف كيفاش نتعامل مع اللي تزوجت به، وان شاء الله مع الوقت واكيد غادي نتضرع الله سبحانه وتعالى ونبقى ندعي في كل سجود وفي كل ركوع بان ييسر لي امر الزوج ديالي ويهديه.
قال لي كون غير كانوا البنات كلهم بحالك الله كون ما كنتي اختي تنتزوج بيك. بديت كنضحك انا وياه. دازت الايام ردينا عليهم قلنا لهم راه حنا موافقين. ايوا جابوا واحد اش غنقول لكم ما عرفتش كيفاش نسمي داكشي شي تويبات على شي جوج بيجامات ديال 16 ريال على واحد الخويته ما عرفتو واش ذهب ولا لا. المهم رقيوق وانا كنت راضيه ما كانش عندي اشكال. وقال لي عزيز بانه واخا غادي نتزوج غادي نبقى نخدم في نفس الخدمه باش نتعاون انا وياه على الزمان. قلت لي اكيد انا ما بغيتش نفرط في الخدمه ديالي كنتخلص خلصه مزيانه والحمد لله كنعرف كيفاش نرتب وقتي. وقلت لي بان خويا غيبقى جزء من حياتي ديما نجي عنده ديما نجمع عليه ديما نقاد ليه. قال لي ماشي مشكل خصوصا اننا كنا غادي نسكنوا في نفس الحي. صافي بدينا كنوجدوا وانا قلت الناس كلهم بانني تخطبت وفرحت بحال كاع البنات. انا ما مقتنعش بهذا الخطيب ديالي. هو بشراب والقاروف مزرق عنده شي سنان طايحين يلا عنده 35 عام يعني ماشي شي واحد اللي هو كبير ولكن لشتي تقول عنده شي كدا 40 عام. عنده واحد الصلعه القدام قصير تقريبا تكون فيه يجيك 165 ولا ميم با ولكن انا راضيه به. اهم حاجه انه يتصلح من بعد الزواج ان شاء الله حيت قبل الزواج ما كتهمنيش. بقيت كنخدم قلتها للبنات اللي معايا في الخدمه. كنا دايرين واحد دارت كانت نوبتي وصلات عطاوها لي كنت بقيت انا الاخر شديت واحد المبلغ اللي هو زوين. قلت غنتهلا في راسي وغادي نشري حويجات اللي غادي نحطهم قدام الناس حيت داكشي اللي جابوه لي ما فيه ما يتحط. وبداو الناس اللي في الخدمه عندهم مراكز كبيره كيدوروا معايا وكيقول لي الله يكمل عليك بخير وتستاهلي كل خير. دوك المحامين حتى هما الله يجازيهم بخير كلهم داروا معايا الواجب. وخويا كاع داكشي اللي جامعو مسكين عطاه ليا قال لي حتى حاجه ما تعز عليك. قلت ليه جمع فلوسك راه عندي الفلوس. قال لي الا بغيت ندير لك عرس يكون كبير وبغيت نفرح بك قدام الناس كاملين. بقى اسبوع على العرس ديالي. ايوا مشيت بديت كندوز العراضه على الناس. ايوا تفاهمت انا والنقافه تفاهمت انا والكوافوره اللي كانت بنت دربنا والله يعمرها دار درت لي واحد الثمن اللي هو زوين حيت انا ما غاديش نحيد الفولار ولكن غندير شويه المكياج باش نفرح براسي. واخا غنقول لكم العيالات بوحدهم ورجال بوحدهم ولكن ما خشي ما كيدخل مصور يقدر يكون راجل. انا نخاف نخسر مع الله سبحانه وتعالى. بقيت خدامه ونهار اللي صافي خديت فيه واحد الكونجي ديال 2 سيمانات وكنبقى لي 3 ايام على العرس ديالي. جايه من الخدمه نزلت من ترونسبور غاديه حتى كنسمع خالتي سعيده كتعيط ليا. خديجه قلت لها خالتي كي دايره لاباس يلا نمشيو للدار. قالت لي بغيت نهضر معاك وما بغيتش نهضر معاك لا في داري لا في دارك. مشينا واحد الجريده اللي كانت قريبه لينا وجلسنا. قلت لها ياكشي بس ما كاين. قالت لي شوف يا بنتي شرح من اللحم يخناز انا ما تنحملش النافق. قلت لها انا ما كنحملش النافق شداني لشي نفاق خالتي. قالت لي شوف يا بنتي انا ولدي ما بغيت لي وحده عندها فوق من 30 بغيت لي وحده تكون 16 سنين الحليب. قلت لها واش بغيتي ليه مرا ولا بغيتي ليه معزه ولا حوليه. قلت لي انا كنهضر معاك بصح. قلت لها انا كنهضر معاك بصح. قلت لها ولدك انا ما مشيت دقت عليه في دارو ما تبعته ما هضرت معاه ما هضرت عليه. انتي برجلك جيتي لدارنا وطلبتيني من عند خويا وولدك هو اللي كان كيتبعني شحال من عام هذا. قالت لي شوفي انا ولدي بغيت نفرح بوليداته. قلت لها واش حكمتي عليا بانني انا ما غاديش نولد. قالت لي انت راك وصلتي 33 عام. وانا نضحك قلت لها غير 33 عام ماشي 63 عام. قلت الحمد لله انا الدوره الشهريه ديالتي مقاده منظمه ما عندي حتى شي مشكل. قلت لي انا ما بغيتكش لولدي وحتى خواتاتو ما بغاوكش غتعيشي معنا غتعيشي في العذاب. قلت لي ما غنعيش معاكم غنعيش في داري. قال لي لا ما بقاتش دارك قررت بان ولدي غادي نعطيه بيت معانا في الدار. كانت هي برطمه في سكن اقتصادي حدانا يعني كيفاش غناخد انا بيت يعني تقب في النقب كيف ما تيقولوا غير عطستك كلشي غادي يسمعك. قلت لها نشوفوا قلت لها حنا ما اتفقناش على هذا الشيء. قالت لي انا ما متفقه على حتى شي حاجه كيف ما قلت لك انا ما بغيتكش ولدي ما بغيتش ليه وحده بايره. هاد الكلمه استفزتني. قلت لها وشكون قالك انا باغيه ولدك اللي فرض راسو عليا ولدك اللي تبعني في الغاديه وفي الراجعه ولدك اللي كيقول لهم هذيك ديالي حتى شي واحد ما يهضر معاه حتى شي واحد ما يقرب ليها ولدك انا اش عندي من ندير بيه اشنو غادي يضيف لي في حياتي. كنفضل نبقى بايره على انني نتزوج واحد اللي غادي يظلم عليا حياتي. و درت ايدي في صبعي وجبت داك الخاتم وحطيته لها. قلت لها وخاتمك ودوك الحوايج اللي جبتي ليا ودوك كرواسه وديك الكيكه اللي جبتي واحد المره غادي نحسبهم بشحال تقاموا صيفطهم لك مع خويا عمر.
وديري بحال عمرك ما عرفتيني، السلام عليكم. غير وصلت للدار ما عرفتش كيفاش بعدا حتى وصلت فيه الدوخه. انا اللي عارضه على الناس، وانا اللي مفاهمه مع الكفوره والنقافه، وخويا اللي مفاهم مع الدقيقيه. شوهتي غتولي شوها، يعلم الله شنو غيتقال عليا. كنت غير بايره، مول دابا ما عرفت شنو عاوتاني من لقب غادي يتقال عليا. بقى فيا الحال بزاف، وتكونت في واحد الركينه في الصالون، وجلست كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. واش انا ما مكتبش نفرح بحال الناس كلهم؟ واش انا رضيت بالهم والهم رضى بيا؟ يا صدر ربي دير لي من ضيق طريق، يا صدر ربي، يا صدر ربي. استغفر الله العظيم رب العرش العظيم واتوب اليه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حسبي الله ونعم الوكيل. ما عرفتش شحال انا كنردد هاد الجمل، كنستغفر 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 كنستغفر، والدموع ما بقوش وهو تحبسوا من عينيا. حتى دخل خويا عمر قال لي لاله البنات، هو يشوفني كنبكي، جا عندي كيجري. اول مره يدخل الصالون مصباطو، يا اختي خديجه ما كيكش بس ما كاين. عنقته قلت لي خويا عمر راه جات عندي موت عزيز، وقالت لي وقالت لي وقالت لي وقالت لي قال لي واش طبعا قال بحال والله ما كنت حامله. سبحان الله العظيم نيتي غلبات. قلت له واش انت عارف دابا شنو غيتقال عليا؟ كاينش غيتقال عليك، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، انا عارفك شنو كتسواي، وقبل من هادشي كله انت عارفه راسك اشنو كتسواي مزيان. هضرات الناس ما خصهاش تهزك ولا تحرك فيك حتى شعره. قلت له ولكن انت عارف البنت ملي كتفوت سن 30 كلشي كيبقى يشير ليها بايديه، وهذا الشيء يعني قبل ما نتخطب. ملي تخطبت ودوزت معاه شهرين في الخطبه ولا 3 شهور غيقولوا لك راه ما عجباتوش، راه غادي يبداو يحطوا عليه شي باطل. قال لي يحطوا، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، غادي يهزوا لك من ميزان سيئاتك وغيضيفوا لك الميزان حسناتك. اشنو بقى بغيتي اكثر من هكذا؟ واللي سمعته واللي عرفتو قال عليك شي حاجه نقطع عليه لسانه. قلت لي هادشي اللي ما بغيتش المشاكل. هو ينوض مشى جمع دوك الحوايج كاملين ويقول لي داك اللي عجب لي كانت تجيب معاها. قلت لي انا راه فكرت فيه، ويجبد واحد 300 درهم وخشاها مع دوك الحوايج وخرج. كنحس بالارض كدور بيا، كنحس الدنيا ظلمات في عينيا. وعزيز ماشي شي واحد اللي يبكي عليه الواحد، ولكن تخلى عليا، خلاني صافي. حتى كنت غادي نتزوج، غادي نولد، غندير دار، حتى كنت فاقده الامل. حيا فيا وطمعني، ومن بعد زادو خلاني. كيفاش الام ديالو تهضر معايا بديك الطريقه القاصحه بزاف، تقول لي ما باغيكش انا لا بناتي، باغا وحده صغيره 16. كيفاش 16 ولا 17؟ ما فهمتش كيفاش الناس كيفكروا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كدوز الايام ثقيله سالا داك الكونجي وما قدرتش نرجع للخدمه. الناس في الحومه كله شنو تيقول؟ كاين اللي كيقول داها معاه ما لقاهاش بنت، كاين اللي كيقول حصلها مع شي واحد، كاين اللي كيقول داتها مول الحمام ولقات الحمام كله مخربق. مع انني عمرني ما مشيت للحمام حيت عارفه انه حرام او مكروه. كل واحد واشنو تيقول، وانا صابره وشاده ديك الغصه في قلبي، وكنقول حسبي الله ونعم الوكيل بالليل وبالنهار. ما كنحملش ندعي في الناس، كنخاف تكون ساعه استجابه ونتسبب لشي واحد في شي حاجه وندم عليها من بعد. بقيت عايشه في ديك الحقره لدرجه ان الدراري الصغار ولاو كيضربوني بالحجر في الزنقه وكيهربوا، كيقولوا انني انا عاهره وما كنسوى ما كنصلاح. داكشي علاش عزيز اللي هو عفت الرجال مرضاش بيا، مبقيتش كنقدر نخرج للزنقه. تعقدت في حياتي، كنبكي بالليل بالنهار، سد عليا، عشت واحد الكآبه ربي العالم بيها. ممكن تقولوا راه بالغت في ردة فعلي، ولكن هادشي ما يعرفه وما يحس بيه غير اللي عاش وداز منه. كانت واحد التجربه هي مريره جدا. تواصلوا معايا من الخدمه قالوا لي رجعي، قلت لهم لا صافي، غير باش نمشي باش ناخذ حسابي ونسني الاستقاله ديالي ما قدرتش. ما بقيتش حملت نخرج من الدار، ما بقيتش حملت نشوف شي حد من غير خويا. غير كنبكي، كنصلي، كنقرا شويه القران، كنحس براسي غير طبيعيه. انا ماشي غنقرب من الله حيت انا قريبه منه دائما وابدا ولله الحمد، ماشي شي وحده اللي قليله الايمان، ولكن كنتاثر بحالي بحال كاع الناس. داز عليا واحد 3 شهور اللي ميمكنش نوصفها عليكم. من بعد جا عندي خويا عمر وقال لي اختي خديجه راه خديت لك موعد مع الطبيب. قلت لي انا ما مريضاش. قال لي يا طبيب نفسي غادي يساعدك باش تجاوزي هاد المحنه اللي مرتي منها. قلت لي واش دابا انا جيتك حمقى، واش دابا انا جيتك مسطيه؟ قال لي حاجه اختي من عندك تتفرق العقل، ولكن غير باش ترتاحي، ما بغيتكش تبقاي عايشه بحال هكا كتخبطي.
ماشي جوج كلمات قالهم الناس غادي يدمروا لك حياتك وغيخلوا حياتك توقف. انتي باقا صغيره وباقي الحياه قدامك. قلت لي دخلت في 34 عام، فين باقا صغيره؟ قال لي شوفي، داكشي اللي مكتبوا لينا صدر به هو اللي غنشوفوه، واللي في خير هي اللي غيكتبها لينا الله، واللي في اشر صدر بك بعدها لينا بعد السماء عن الارض. حنا قراب من الله سبحانه وتعالى، ما كنديروش حاجه اللي تغضبه. فاكيد اكيد انا عوضك غادي يكون جميل، والايام القادمه غتكون رائعه باذن الله. عنقت وبديت كنبكي وقلت انا ماشي شي وحده اللي هي اميه او متخلفه، فالطب النفسي شي حاجه اللي ممكن تساعدني. فعلا مشيت عند واحد طبيب نفسي، درت بزاف ديال الحصص، الحمد لله بديت كنتحسن، بديت كنسترجع ثقتي في نفسي اللي كانت مشات كليا. بقيت بشويه بشويه كنحاول مره نخرج، واخا ماشي غير ديك جريده اللي حدانا، كنسمع الهضره كندوزها مورا ودنيا، بعض المرات كندير لي زيكوتور في ودنيا، كندير القران، كيقول لي شي واحد شي حاجه كنبتسم لي في وجهه كنخليه كيبغي يطرطق. داز تقريبا واحد 6 شهور، جا عندي خويا ويقول لي يا خديجه عافاك عطيني لاكارت ديالك راه بغيتها محتاجه في شي حاجه. انا خويا كنثق فيه اكثر من راسي، جبت لاكارت ديالي من بسطامه وعطيتها ليه. كندوز الايام الحمد لله، وليت كنطيب الفطور الغداء العشاء، بديت كنقلب على خدمه بحكم انني خسرت خدمتي الاولى وما بغيتش نرجع تماك، والحمد لله كنشوف ان الامور غاديه وكتحسن. حتى واحد النهار جا عندي خويا ويقول لي اشنو هي امنيه حياتك؟ قلت لي انني نشوفك اسعد واحد في الدنيا، نشوفك ناجح، نشوفك مزوج، نشوف عندك وليداتك. قال لي ومن غير هاد الامنيه؟ قلت لي صراحه انا زهدت في الدنيا، بغيت نشوف غير داك المقام ديال الرسول عليه الصلاه والسلام، بغيت شي حج ولا شي عمره، بغيت غير نغسل عظامي وبغيت نفسيتي ترتاح، ومستحيل ترتاح في شي مكان من غير هذاك. هو يجبد باسبورات، حيت انا عندي باسبور ديالي كنت حاطاه غير مليوح، كنت صاوبته ما عرفتش علاش صاوبته صافي. قال لي خويا نصاوبوا باسبورات هذه واحد العام ونص كنا صاوبناهم حنا بزوج. هزو بلا ما يقولها ليا دا لاكارت ديالي وجوج تذاكر الى العمره باذن الله. ضيقت راسي، قلت لي واش كتفلى عليا؟ قال لي لا والله الا كنهضر معاك بصح، دوك فلوس اللي كنت باغا ندير لك بهم عرس، العرس ما دارش ولله الحمد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فقررت انني انا وياك نمشيو نغسلوا عظيماتنا ونديروا عمره على الاهل ديالنا الله يرحمهم ويوسع عليهم، ولعل وعسى ان هاد العمره داكشي اللي باقي في النفس ديالك في الخاطر ديالك ما تعالجش تعالجوا ليك. نقت وقلت لي الله يخليك ليا اجمل هديه توصلت بها في حياتي كلها. ما نعاودش لكم على داك الاحساس ديال اننا مشينا خدينا جوج لي فاليز، خدينا الحوايج ديال الاحرام، الحوايج اللي غنلبسو تماك، كاع داكشي اللي غادي خاصنا. كانت واحد السعاده ما يمكنش، كنوجدو كل نهار كدوز عندي اسعد من النهار اللي قبله. سبحان الله العظيم، مبقاش دماغي مشغول بشي حاجه غير بانني غادي نمشي لذاك المقام الرفيع جدا. وصل النهار اللي غادي نسافروا فيه، شدينا الطياره، وصراحه كنت انا في قمه سعادتي، كنت فرحانه بزاف، خويا كان فرحان اكثر مني. مشينا وصلنا، كيف حطيت رجليا في المدينه المنوره ما يمكنش نوصف لكم داك الاحساس اللي حسيت به. كان واحد الاحساس اللي هو سبحانك يا الله، واحد السكينه، واحد الطمأنينه، واحد السعاده، واحد السعاده، وفي نفس الوقت واحد القرب من الله سبحانه وتعالى، واحد الخشوع. لا اله الا الله، لا لي حرم من هو مسلم من زياره هذا المقام يا رب. مشينا ما بين المدينه ومكه، درنا المناسك ديالنا الحمد لله، كلشي داز هو هذاك. درنا عمره على الام والاب ديالنا الله يرحمهم ويوسع عليهم. كانت عندنا 15 يوم، كنخرج انا وخويا كنمشيو كنتفرقوا في شي بلاصه وكنقولوا غنتلاقاو فيها، حيت كاين مكان ديال الصلاه ديال النساء ومكان ديال الصلاه ديال الرجال، خصوصا في الحرم المكي. صافي باقي ليا 3 ايام وغادي نرجع المغرب انا وخويا. ما سخيتش بزاف، ولقينا واحد المعامله طيبه من طرف الجميع، دوك الناس اللي قائمين على الحج الله يجازيهم بخير، فتعاملوا معنا واحد المعامله اللي كانت راقيه جدا. دخلت الحرم ومشيت وجلست كنصلي وكنطول في السجود ديالي، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يسر لي امري، يحفظ لي خويا ويفرحني به. كنطلب من الله سبحانه وتعالى انه يعوضني بانني غنعيش سعيده، نعيش غير مرتاحه، ما بغيتش شي حاجه معينه. لقيت راسي كنبكي ودموع جولي كيتقاطروا، كنبكي وكنشق
في داك السجود ما عرفتش، كنطول وكنبقى نطلب في الله نطلب في الله نطلب في الله، ما بقيتش عقلت كاع على الدعاء اللي كنت كنقولو اشنا هو. من بعد ساليت وجبت واحد المسبحه وجلست كنسبح الله سبحانه وتعالى، وتقول لي واحد المراه تقبل الله. قلت لها منا ومنكم صالح الاعمال. قالت لي يا الجميله علاش كتبكي؟ كانت كتهضر معايا بلهجه خليجيه. قلت لها والو غير القرب من الله سبحانه وتعالى وخشوع لله سبحانه وتعالى. قلت لها ما شاء الله عليك. اش كنجمع معاها؟ قالت لي انا خالتك فاطمه وانا كنعيش في الكويت وجيت عمره انا والابن ديالي. قلت لها ما شاء الله، الله يبارك لك فيها والله يجعلها تكون عمره مقبوله باذن الله. قلت لها انا جيت مع الاخ ديالي وكنت كنمر بواحد الظروف اللي هي صعيبه، داكشي علاش دار لي خويا مفاجاه وجابني. بحكم انا دائما قلبي عامر وكنبغي شي واحد نكون ما كنعرفوش وارتاح ليه نعاود ليه، بديت كتسول فيه وبديت كنعاود لها، ما عرفتش علاش عاودت لها على حياتي كلها من نهار تزاديت في الدنيا، من نهار ولدتني امي. عاودت ليها على كيفاش توفى الاب ديالي، كيفاش الام ديالي مسكينه بدات كتمرض بشويه بشويه حتى مرضت داك المرض اللي هو خطير، كيفاش بقينا كنتقاتلوا مع الوقت حتى دموا الامانه امانته، ولكن الحمد لله حسينا بواحد الراحه، حسينا ان ضميرنا مرتاح ما دامت الام ديالنا يعني توفات، وحنا درنا فوق من جهدنا باش زعما نعالجوها، ولكن قدر الله وما شاء فعل، حتى شي واحد ما كيعيش اكثر من العمر ديالو. قالت لي يا ما شاء الله عليكم، يعني بارين بالاهل ديالكم، وهذه شي حاجه اللي قلت في هذا الزمان. هنا عاودت ليها قلت لها انا كنت خطبت لواحد السيد اللي كان ولد جيراننا، عاودت لها القصه ديالي الخطوبه ديالي مع الصقع ديال عزيز، على الهضره اللي قالت فيا، على الهضره اللي خرج فيا هو وعائلته ومو، والهضره اللي بداو كيقولوا عليا الناس ديال الدريبه، كيفاش بداو كينعتوني بابشع الصفات اللي ممكن الانسان ما يتقبلهاش. شي واحد في الدنيا ممكن يتقبل ديك الهضره اللي قالت عليا، حيت قالت عليا هضره كثيره بزاف وبلا قياس. هي تضحك، قلت لي دابا انت مشكلتك الوحيده في هذه الحياه هي الزواج. قلت لها لا، قلت لها فهمتيني غلط، قلت لها انا ما بغيتش نتزوج باي شخص. قلت لها دابا فعلا انا ما بقيتش كنفكر في الزواج نهائيا، كنفكر في انني ندير شي حاجه في حياتي، نقلب على شي خدمه جديده، نخدم ونعاون خويا ونشوفوا واصل، لما وصلتش انا على الاقل شي واحد فينا يوصل، ومن بعد نعاود نجمع وخا نشري غير شي استوديو يكون غير صغير، في غير غرفه وحده وفيه مطبخ وحمام بارك عليا، ونعيش فيه تديمو الامانه امانته وانا مستوره، ولكن اهم حاجه خويا يوصل. قالت لي يا سعدات خوك بيك، وسبحان الله العظيم يعني انتي جمالك كيف اي واحد كيشوفك ما يمكنش العقل يتقبل ان وحده بحالك باقي ما تزوجاتش، واساسا انت باقا صغيره، يلاه عندك 34 عام. يعني كاينين الناس ما كيبداو حياتهم حتى مورا 40 وصدر بك رزقهم بالذريه الصالحه وكيعيشوا حياتهم وكيستمتعوا بها. قلت لها ما عرفتش، لربما نكون انا قليله حظ، لربما نكون انا انسانه اللي غلطت شي خطا بلا ما تعرف شنو هو صدر بك يعاتبها، لربما يكون ابتلاء من عند الله وانا قابله، يعني الا كان صدر بغي يغفر لي الذنوب ديالي انا قابله. قلت لي وحده بحالك اش من نوع ديال الذنوب الصعيبه اللي غتستاهل ان ما عرفتش ندير على قبلها باش تغفر؟ قالت لي اكثر حاجه كاع ممكن ديرها شي كذبه بيضاء. قلت لها لا ما تنحملش الكذوب وما تنكذبش، داكشي اللي كان تنقوله. قالت لي بنتي الله يكملك بعقلك. قلت لي شوفي نتلاقاو غدا ان شاء الله في نفس المكان. قلت لها معاش؟ قالت لي صلاه المغرب ونجلسوا نجمعوا شويه حتى لصلاه العشاء ونصليو، ومن بعد كل وحده تمشي في حالاتها. قلت لها ان شاء الله باذن الله. كانوا معاها جوج ديال المرافقات، ما عرفتش المهم بزوجهم محجبات ولكن اسيويات. سلمت عليها ومشيت في حالاتها، مشيت في حالاتي، تلاقيت مع خويا، مشينا دخلنا الفندق اللي حنا كنا جالسين فيه، تعشينا، هضرنا مع بعضياتنا، من بعد كل واحد فينا مشى الغرفه ديالو. نعسنا، فقت مع الصباح مع الفجر، توضيت صليت، الحمد لله داز نهاري زوين بزاف انا وخويا، مشينا تسالينا ما خلينا حتى شي بلاصه. من بعد رجعنا باش نمشيو نصليو المغرب في الحرم المكي. توضيت مشيت للحرم، تفرقت انا وخويا في المكان اللي كنتفارقوا فيه، ودرنا اننا نتلاقاو بعد صلاه العشاء باذن الله. قال لي صافي راه نتلاقاو في هذا المكان، قلت لي صافي يكون هاني. مشيت لنفس المكان اللي كنت فيه البارح، ونلقى ديك السيده كتسناني مع المرافقات ديالها.
السلام عليكم. وعليكم السلام. خدتني بالاحضان كيف ما يقولوا، عنقاتني، قالت لي ما شاء الله نور على نور، الله يحفظك يا بنتي. قلت لها اللهم امين يا رب. قالت لي يلا دابا نقيموا الصلاه ومن بعد ان شاء الله يكون خير. قمنا صلاه المغرب صليناها، من بعد هزينا مصاحف قرينا واحد شويه، وهي تقول لي بنتي انا عندي واحد الابن اللي حتى هو في سن الزواج، وماشي اول زواج ليه، يعني هو تزوج المره الاولى وما نجحش الزواج ديالو، وتزوج المره الثانيه وما نجحش الزواج ديالو، وراه عنده 38 عام، ما عندوش الاولاد وباغي يتزوج. قلت لها الله يسهل عليه. قالت لي لا انا قلتها لك باش ما تقولش الله يسهل عليه، الله يسهل على الجميع، واش تبغي تزوجي به؟ قلت لي حنا جنسيتنا كويتيه، حنا كويتيين. قلت لها احسن ناس متشرفين. قالت لي والحمد لله هو شخص اللي ميسور، عنده خدمته وكل شيء، وهو ابني البكر. عندي بنت اخرى اللي حتى هي في الثلاثينات مزوجه وعايشه بعيده علينا، وعندي واحد اخر العنقود بنت اللي بقى الله عندها 16 عام. قلت لها الله يحفظهم ليك والله يفرحك بهم يا رب. قالت لي اللهم امين يا رب، الله يخلي لك صحيحتك والله يخلي لك الاخ ديالك. قلت لها اللهم امين. صافي قمنا صلاه العشاء، من بعد قالت لي يا اندرا شنو بان ليك؟ قلت لها صراحه انا ما عرفتش، اساسا عندنا حنا اللي كيبغي يتزوج الموضوع ما كيطرحش عليه، وانما كيطرح على العائله ديالو، وانا عائلتي كلها هي الاخ ديالي. قالت لي خوك معاك؟ قلت لها اه. قالت لي فين كتلاقي معاه؟ قلت لها في واحد المكان هو هنا قريب. قالت لي نمشي معاك ونهضر معاه ونتسنى حتى انا الابن ديالي، وديك الساعه تكون النظره الشرعيه بيناتكم، وشوفوا ما كاينش شي مكان ممكن يكون طهر من هاد البقعه ممكن نطلب فيه ايدك. بقيت كنشوفها باستغراب وما عرفتش كيفاش. قلت لها ان شاء الله يكون خير. بقيت غاديه معايا حتى كنشوف خويا جاي وجاي معاه واحد الشخص اللي عمرني ما شفتو. انا كنشير خويا وداك الشخص كيشير ليا، كنقول له واش تعرفني؟ ماشي يشير ليا. حتى كنتلفت للسيده اللي حدايا كنلقاها كتشير ليه، وهي تقول لي هذاك اخوك؟ قلت لها قلت لها هذاك ابنك. وبدينا كنضحكوا. قالت لي سبحان الله، شوفي الصدفه كيفاش دايره، خويا جاي هو وداك السيد وكيهضروا مع بعضياتهم، هو شير ليا فاش شافني، والسيد ملي شاف الام ديالو شير ليها. وانا ما عرفتش كيفاش عينيا بدات تتبرقق. شخص اللي ما شاء الله طويل وفورمته كتبان زوينه بزاف. هادشي اللي بان ليا. شي حاجه اخرى ما بانتش ليا، واللون ديالو اسمر خفيف جدا، اسمر فاتح، واللون ديالو ابيض ما شاء الله، وداير لحيه وموستاش اللي كانوا مقادين. قال لي خويا فين تعطلت؟ قلت لي راه كنت كنهضر مع الخاله فاطمه. ويقول لها يما، وبدا كيهضروا وياه ومعهم كيهضروا بزاف ما فهمت والو. ويقول لي يلا نمشيو، راه تعرفت على هذا الشخص الله يعمرها دار، الاسم ديالو جابر من الكويت. قلت لي لا راسي دابا تهضر معاك. قال لي فاش؟ وانا نحضر راسي وتزنقت، كنحس بوجهي بغيت فرقع بالحموريه. وهي تقول لي اهلا يا ولدي. قال لها اهلا. لا لا لاباس بخير كلشي مزيان. المهم حنا كنهضروا بلهجتنا وما كيهضروا بلهجتهم، تفهمنا. مشينا لواحد المكان اللي كان عام وجلسنا. هي قالت لولدها شنو رايك؟ قال لي انا موافق. وحضر راسو السيد في خجل تام. هزيت عينيا تلاقاو مع عيني كانوا عسلين ما شاء الله، وحجبانو كحلين، ودوك الشفر كحلين عنده ما شاء الله، كيبان هكا كيدير اللهم بارك. نيفو مقاد وطويل واحد شويه، ولكن مما زاد هو سامه ما شاء الله، ولونه حتى هو ابيض ونقي نقي نقي نقي، وجهه هكا كيدير اللهم بارك. خويا ما فاهم حتى شي حاجه. وهي تقولي ولدي انا بغيت نطلب ايد الاخت ديالك الابن ديالي. بقى كيشوفها قال لها ها؟ قالت لي اختك ما مزوجاش. قال لي هلا. قالت له انا الابن ديالي ما مزوج، يعني نزوجوهم لبعضياتهم. هو شوف يا خويا قال لي اشنو قلتي؟ حضرت راسي ما بقاش قدرت نهزو. ما قلت لها لا لا. وهي السيده قالت لي السكوت علامه الرضا. قال لها خويا انا ما كنعرف حتى شي حاجه عليكم، وانا ما نتصورش اختي تمشي تعيش في واحد البلاد اللي هي بعيده عليا. قالت لي حتى شي حاجه ما بعيده مادام كاين الطائرات. هذه اول حاجه. وثاني حاجه اختك غتكون في ايادي امينه، وغادي نصونوها ونحافظوا عليها بحال كيف ما انت صاينها ومحافظ عليها، وهذا وعد مني انا، وعد شرف من امراه ربما في السن ديال الام ديالك او اكبر. قال لها ربي يخليك لاله. قالت لي الابن ديالي الحمد لله راه خدام وما شاء الله برزقه ميسور، ما خاصو حتى شي خير،
وحنا واحد العائله اللي كتخاف الله سبحانه وتعالى، ما كنديروش شي حاجه اللي ممكن تغضب الله، واختك غتعيش معنا كوحده منا. خويا شاف فيا بنت لي انني موافقه، وانا صراحه يعجبني السيد، اول مره يعجبني شي واحد في حياتي، وكنشوف فيه تا هو تيشوف فيا غير بنص عين، وحسيت بانني عجبته، حسيت بواحد الراحه نفسيه سبحان الله فاش شفته. والام ديالو بشوشه طيبه ظريفه، انسانه متحضره، عندها واحد التفكير في شي شكل، يعني راجل قالت لي عنده 38 عام، ولكن كيبان باقا صغير كيف ما انا كنبان باقا صغيره، ما كنبانش كبيره، كنبان صغير من السن ديالي، بحكم انني ماشي من دوك الغلاضات، الفورمه ديالي متناسقه بزاف. هنايا قرينا الفاتحه، خديت الرقم ديال ديك السيده وهي خدات الرقم ديالي، وخدا جابر اللي هو العريس المنتظر الرقم ديال الاخ ديالي، والاخ ديالي عطاه الرقم ديالو، بحكم انهم هما غدا مع الصباح غادي يمشيو، وحنا غنمشيو بعد غدا باذن الله. سالمنا وكنقول ربما ما عمرني ما نعاود نشوفهم، صراحه غيبقى فيه الحال، حيت الله العظيم الا عجبني بل في شي شكل. والمهم مشيت انا وخويا، وقال لي خويا واش زعما هادشي بصح وقع ولا كنت كنحلم؟ قلت لي لا راه بصح وقع. قال لي الدري ظريف الله يعمرها دار، تغالط الصباط ديالي مع الصباط ديالو، وبقينا كنضحكوا وجينا كنهضروا، حتى سبحان الله لقيت كنتي والام ديالو. قلت ليه راه هي السيده تلاقيت معها البارح. قال لي والله يسر لك الامر، الا كان شخص فعلا باغيك على سنة الله ورسوله، شخص اللي كيخاف الله ولا غيتقى فيك وجه الله، علاش لا؟ واخا انا مبغيتكش تعيشي بعيده عليا. ديك الليله عاودت تضرب معايا ديك السيده، بقينا كنحاولوا نتعرفوا على بعضياتنا اكثر فاكثر. لا غد لي وصلت البلاد عاودت اتصلت بيا، هضرت انا وياها، طمأنيت عليها. ملي وصلت البلاد حتى انا الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير، انا والاخ ديالي. عيطت ليا وقالت لي على سلامتكم، قلت لها الله يسلمك، وبقيت كنهضر معها تقريبا كل يوم. داز اسبوع، انا ملي جيت من العمره وليت انسانه اخرى، ما بقى كيهمني حتى شي واحد، وما بقات كتهمني حتى شي حاجه غير انني نكون سعيده ونشوف الاخ ديالي سعيد فقط. شي حاجه اخرى وليت كندوزها من ورا ودنيا. هضرت عباد الله ما بقيتش كنسمع سبحان الله، ما عرفتش حتى الناس ما بقوش كيتعاملوا معايا كيف ما كانوا من قبل، بحال ولاو كيخافوا من الدعوات ديالي. وانا يعلم عليا الله انني كنقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل ما اصعبها. يعني الا خرج من فم مظلوم الظالم سبحانك يا الله كيوقعوا بها العجائب. صافي دازت الايام، دازت 15 يوم حتى كطعيت ليا الخاله فاطمه، قالت لي بنتي رحنا الاسبوع القادم باذن الله غادي نجي انا والزوج ديالي وبناتي وزوج بنتي الكبيره، وغادي يجي معنا جابر باش نطلبوا الايد ديالك رسميا وباش نطيحوا العقد. قلت لها ان شاء الله باذن الله الله يسر الامور. وكان في نفس الوقت جابر تواصل مع الاخ ديالي وقال لي نفس الهضره، والاخ ديالي رحب بيه. ويجي عندي عمر قال لي خديجه، قلت لي نعم. قال لي ناري شوفي دارنا كيفاش دايره، وما ناس خليجيين يعني بينا فيهم ميسورين، حيت شتي المراه كانوا معايا جوج بنات لربما يكونوا مساعدات. قلت لي شوف اللي بغاني كيف ما انا في الظروف اللي عايشاها انا مرحبا به، واللي ما بغانيش وما تقبلنيش كيف ما انا ما عندي ما ندير به. قلت ليه الام ديالو عرفتني انني كنت كندير المناج، عرفت بان نحنا ناس على قد الحال. قال لي واش غنقول لك انت تعرفي، بدينا كنوجدو كنصاوب حليوات، داكشي كله صابته بوحدي. صابت الليله اللي بغاو يجيو البساطه وجدت المقادير ديالهم، بقى لي غير داكشي نديرو في الورقه وندخلو الفرارن. المهم جاو ديك الساعه كانت جات عندنا واحد السيده اللي كانت جارتنا، عاونتني في شي حاجه اللي ما قدرتش نديرها بوحدي. مسكينه هي اللي قامت بالواجب، قدمت لهم التمر والحليب في الباب حتى كيبانوا الصنادق تيدخلوا، صنادق جول الزاج كيبينوا، والطوموبيلات كتار 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 كتار، غير كات 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 نسي كات كات. ها الصندوق فيه العود، ها صندوق فيه الزعفران، وقولي على الزعفران، ها صندوق فيه الذهب، ها الأتواب أشكال وأنواع، ها العطور أشكال وأنواع، ها الصبابط، ها الصنادل، ها الصيكان ماركات عالمية. داكشي كيتلف، ما بقاش عندنا فين نحطو داكشي. دخلت لبيتي حتى ما بقاش عندي فين نعس. دخلت لبيت خويا دخلت لبيت خويا حتى ما بقاش عنده فين ينعس، ما بقاش عندنا فين نحطو داكشي، ونا كندخلو حتى الكوزينه حتى هي. المهم
كرمناهم على قدر استطاعتنا، عجبتهم الماكله ديالنا بزاف. كانوا نازلين في فندق اللي هو فخم جدا، بالمناسبه انا من مدينه مراكش، نسيت ما قلتهاش ليكم. فالحمد لله كل شيء داز هو هذاك. جلسوا، والاب كان واحد الشخص اللي هو طيب جدا، الاسم ديالو محمد، وهضر معنا بواحد الطريقه اللي هي رائعه جدا. كيقول لي غير بنتي، كيقول الاخ ديالي غير ولدي، خواتاتو ظريفه بزاف، خصوصا البنت الصغيره الاسم ديالها مهره، رائعه جدا، ظريفه بزاف. واختو الكبيره سميتها زهراء، هي ظريفه 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 بلا قياس. وعاد الزوج ديال اختو حتى هويا، ولكن ما جابوش معاهم وليداتهم. بقينا جالسين تنهضروا تنجمعوا. كانت واحد الجلسه اللي هي زوينه بزاف. من بعد مشاو الرجال جلسوا في واحد الجلسه عندنا في قاع الدار، وانا والام والاخوات بقينا جالسين في الصالون. الصالون كان بعيد على قاع الدار، ماشي بعيد، كان المهم دايرين واحد الريدو نزلناه. بغيت تقول لي المهره، قالت لي ممكن نطلب منك طلب؟ قلت لها تفضلي. قالت لي بغيت نشوف شعرك عافاك. بديت كنضحك، حيت الحجاب ديالي وطيح شعري. ما شاء الله ما شاء الله، شاد الجمال، ما شاء الله تبارك الرحمن، يا الله شعرك شحال زوين، كتباني فحال شي وحده اجنبيه وانتي مسلمه مغربيه. قلت لها رحنا عندنا عروق مختلفه هنا في هذا البلاد، واساسا الام ديالي من الشمال ديال المغرب، وتزوجت بالاب ديالي اللي من الجنوب ديال المغرب. داكشي علاش وقع هذا الخليط. وعاشوا في مدينه مراكش، لحقاش هنا فين كان ناصب، هنا فين كان خدام الاب ديالي الله يرحمه. قلت لي دايره فحال باربي. بقيت كنضحك انا وياها، بقينا كنجمعوا. رجعت الفولار ديالي، هضرنا تكلمنا. جا عندي خويا وقال لي راه قالوا لي شحال بغيتي في المهر ديال اختك؟ قلت لهم بغيت غير درهم، شي حاجه اللي تكون رمزيه، وانا ما بغيتش نبيع اختي بغيتها تمشي معززه مكرمه. هاد الهدايا ولا الفلوس ما كتهمنيش، كتهمني سعاده اختي. قلت لي ربي يحفظك ويخليك ليا. دوزوا معنا واحد الوقت حتى تعطل الحال نيت. سلمنا عليهم وداروا معنا انهم غدا ان شاء الله غادي يجوا يتغداو معنا. عاديين الناس، واخا ما شاء الله بين انهم اثرياء، ولكن عاديين. شوف حالاتهم. بقيت انا خويا جالسين، ديك السيده مشات في حالتها بعد ما دورنا معاها، وجلسنا كنشوفوا في داك العجب. اجوا لي كل الذهب كيفاش دايرين؟ راه غلط، العجب ديال الذهب، الرويح راه ما يمكنش. بغيتكم تشوفوا بعدا الجيران كل واحد حل شارجمو وجلس يبرقق. كاين الناس اللي ظريفين بداو كيصلوا على النبي وكيزغرتوا، وكاين دوك المسامين اللي بقاو كيتفرجوا وداك السم كيطلعوا كيهبط فيهم. ومن الناس اللي شافوا هذا الشيء خالتي سعيده، ما واخا ما تستحقش لقب خالتي، ولكن مرا كبر مني، ما عرفتش شنو نقول عليها. المهم داز ديك الليله، ناصلت صلاه الاستخاره، كنت كنصليها كل نهار. من نهار جيت من العمره وانا كنصلي كل نهار، وعايشه في واحد الراحه نفسيه كبيره بزاف. وقت الصباح وانا مرتاحه ونشيطه جدا. درت اللحم بالبرقوق، كنت ديجا مشرمله دجاج بالليل، طيبته، درت داكشي على قد حالنا، شليضات بالبصله ومطيشه والفلفله وشويه ديال الدسر، وشرينا المناضه ومرضنا ما عنده باس. جاو فعلا ما خلاو ما جابوا ديال الهدايا، ما خلاو شي حاجه ما جابوهاش. وقال لك بان اليوم باذن الله صافي غادي تكون الخطبه الرسميه، وبان من هنايا لواحد 3 ايام غادي نطيحوا العقد على الطريقه المغربيه، والسبت غادي يكون العرس ديالنا. وانا ما بغيتش ندير العرس، ما موجدش العرس، ما عنديش الفلوس اللي كانت عندنا مشينا بها العمر انا وخويا. ومش طباه هذه. جلسنا كنهضروا، قال لهم خويا ما كاين لاش نديروا العرس، خويا مسكين شدته الخلعه. شوف الناس ما شاء الله لاباس عليهم. وتقول ولدي لا، احنا راه حجزنا في المامونيه، الفندق اللي حنا نازلين فيه هو الفندق اللي غيكون فيه الزفاف ديالكم. بقيت انا خويا كنبلقوا في عويناتنا. ايوا ما فهمنا حتى شي حاجه. مشاو للمطبعه، طبعوا الدعوات ديال الزفاف بسرعه. وصل النهار ديال تيح العقد، كانوا جايبين لي واحد بحال الشكل ديال العبايه، بحال الشكل ديال القفطان في الابيض ومزوق بالفضي في واحد الجمال عمرني ما شفت بحاله. لبستو بالحجاب ديالو، داروا لي مكياج اللي هو خفيف، جابوا لي واحد الكوافوره اللي هي ماشي سيتون استيتيسيان، اللي هي مشهوره بزاف في مراكش، كلشي تعرفها. ايوا العطور والبخور كيبخروا فيا ويقولوا ما بخروا، كيوجدوا فيا ويقولوا ما وجدوا، وانا ما مطيقاش راسي.
ما مطيقاش راسي انني غادي نتزوج بداك الشخص شديد الوسامه، اللي شعره دار بحال الشعر ديال الهنود وكحل ورطب كيف الحرير، اللي بشرته بيضاء ونقيقيه، اللي عينيه كبار وعسليين، اللي نيفو منقاد، اللي فيمو حميمر، اللي سنانو مقادين، اللي حشومي، اللي تبارك الله عنده داك الطول يكون فيه تقريبا شي متر 86، عنده واحد العضلات اللي هي رائعه جدا، ما عندوش حس الكرش حيت اختكم راه بركعت وتبركيكات الغدايد، وباقي الله عنده 38 عام. ما شاء الله تبارك الرحمن. غادي نحسد راسي الا بقيت هكذا. وبديت كنقرا على راسي المعوذتين، المهم تبارك الله طلعت كنحمق. جات هنا الخاله فاطمه دارت لي واحد الكوليي دبالج ديالو 7 ديال الدبالج بالخاتم ديالو والاقراص ديالو، قالت لي ها هما تديريهم. جات الاخت ديالو الكبيره حتى هي عطاتني هديه ديال الذهب اللي كانت قيمه جدا، وصغيره عطاتني واحد السلسله ديال الذهب بيض كلها الماس. انا ما عرفت ما نقول، حشمت. وفي داك البيت المتواضع بحضور شي جيران اللي كانوا كيتعاملوا معنا مزيان، طيحنا العقد. في المهر ديالي خديت واحد الرقم اللي هو فلكي بالنسبه لي انا وخويا، ما يمكنش حتى نتخيله، ما يمكنش. وقال لي جابر هذا حقك، وانا ما يمكنش نحرمك من حق صدر ربي اللي عطاه ليك. فرحت. اي وحده غادي تفرح لحقاش واحد الشخص كبر بيها، واحد الشخص رفع لها معنوياتها، واحد الشخص عاملها كإنسانة كتستحق انها تعيش عيش كريم، كتستحق انها تحترم. ما عرفش اشنو شاف فيا، ولكن كنشوف في عينيه الموده، كنشوف في عينيه الرحمه. ما نقولش لكم الحب لحقاش انا عمرني ما شفتو وعمره ما شافني، عمرني ما عرفتو عمره ما عرفني. تلاقينا في بيت الله الحرام، وسبحان الله العلي العظيم، يعني كيفاش هادشي يستر فيه الله. سولني العدول قال لي واش قابله بنتي؟ قلت ليه ايه قابله. سنيت سولو واش قابله ولدي؟ قال لي ايه سنه. وصافي وليت مرات على سنه الله ورسوله. ناض بس الجبين ديالي، وانا كنحس براسي انني حشمانه بزاف ونفس الوقت فرحانه بلا قياس. سلم على الاخ ديالي، سلمت عليا الام ديالو عنقاتني، سلم عليا الاب ديالو، الاخت ديالو، الاخت الصغيره حتى هي كتعنق فيا وتعاود. والحمد لله كانت واحد الاجواء اللي هي عائليه. دازك شي زوين، درنا واحد الطلبه، داروا شويه ديال القران باش الله سبحانه وتعالى ييسر لينا امرنا. من بعد مشاو في حالاتهم، وانا بقيت في دارنا مع خويا لحقاش قال لك ندير العرس عاد نمشي مع الزوج ديالي نتساراو. ومن بعد ديك الساعه يحن الله. ديك 3 ايام وانا على قدم وساق. كانوا هما يا منسقين مع واحد السيده عندها سونتر ديستيتيك اللي هو كبير بزاف، اللي دات لي المكياج في طيح العقد، وهي تكلفت بالنقافه، تكلفت بكل شيء. ايوا ما نقولش لكم ملي مشينا لديك المامونيه اختكم حاله في امها، واختكم عرضت على السيكتور كامل اللي كان كيقول عليا بايره وعانيس ومنحوسه وصقعه، وما عمر شي واحد دبوبي ما غاديش يعبرني، ما غاديش يدق بابنا. وعرضت عليهم عادي تعرضي على حبابك، من العادي جدا. عرضت عليهم كاملين، وما نسيتش خالتي سعيد عرضت عليها هي وبناتها بزوج، عرضت على ولدها مرحبا به اللي حوجوا. والمهم كان واحد العرس اللي اكثر من خرافي بكثير جدا. لبسوني حوايجنا وحوايجهم، العيالات بوحدهم ورجال بوحدهم، وكانت مصوره اللي هي مراه هي اللي كتصور في القاعه ديال العيالات. دخل عليا الزوج ديالي اول مره يشوفني انا بالمكياج ديالي ومصوبين لي شعري ديالي مشيطه وكل شيء، بقى حال فمو تيشوف فيا، وتبارك الله ما شاء الله بدك الملابس ديالهم جا تيحمق تيفتن. بقينا حالين فمنا في بعضياتنا. تحنا على ودني وقال لي ما شاء الله اجمل من الجمال. حضرت راسي ما بقيتش قدرت نهضر، صافي جاتني السكته والمسكوته. و انا نازله اللباس ديالي الاخير اللي كانت واحد بحال شكل ديال غوب دو ماريي، ولكن على شكل قفطان بيض. حجاب ديالي لحقاش خلطت الدنيا ولاو عيالات ورجال، يعني لحقاش من بعد صافي غنقطع الكاطو وغادي نمشيو حنا في حالاتنا. انا نازله مع الدروج، والخاله فاطمه هي ومهره وزهراء كيرشوا في قطع ذهبيه صغيره تحت من رجليا، وكرشوا علينا في الورد. يعني انا كنمشي على الذهب، الورد كترش عليا من فوق وكنتمشي عليه حتى هو. وداو لنا واحد السجاده في الدروج منين نازلين، سجاده حريريه، يعني حنا نازلين على الحرير وكترمى تحت رجليا قطع ذهبيه والورد. وهذيك الصقعه ديال خالتي سعيده كنشوفها صافي وجهها زراق،
كنشوف شي وحده صافي تكوانساو. سبحان الله، وحده ما كانتش راضيه بيا، واصلا ما فهمتش. الولد ما قاري، ما عنده شي خدمه تتحمر الوجه، ما عنده دار، ما عنده حتى شي حاجه. يعني انا كبرت في السن، ولكن ماشي لدرجه انني وصلت واحد 60 او 70 عام. وخا وصلت 60 او 70 عام ما عرفت دابا شنو باقي مخبي ليا. كيفاش حكمت عليا انني ما غاديش نولد؟ كيفاش حكمت عليا انني ما لايقاش لولدها؟ كيفاش قالت لي بان حتى واحد ما غادي يرضى يزوج ولده لوحده بحالي، وكانني ناقصه ايد ولا رجل؟ وخا نكون ناقصه ايد ولا رجل، هذاك قضاء الله وقدره. اي فوله عندها كيالها. اي انسان في الدنيا تقدر بهم كتب لهم النصيب ديالهم. فسبحانك يا الله، انا كنت ماشيه فوق ديك القطعه الذهبيه وكنقول سبحان الله العلي العظيم. سبحانك يا الله، يا من جبرتني بجابر. تقدر بيجبرني بشخص اسمه جابر، بعدا غير جابر راه الدلاله ديالو سبحانك يا الله. نزلنا ايديا وسط ايد راجلي، قطعنا داك الكاطو، كلني طريف وكلتو طريف، والناس كزغرتو، شربنا بعضياتنا العصير، وخويا مسكين طير 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 بالفرحه. صافي وصل الوقت اللي ما بقى والو، الفجر غادي نمشيو في حالاتنا. جا عندي خويا وعنقني ومسكين تيطيح جوج دمعات من العين. قلت لي خويا شكرا بزاف على وجودك في حياتي، شكرا بزاف لحقاش عمرك ما قلتي لي شي كلمه جرحاتني، شكرا بزاف لحقاش واخا انت صغر مني كان فيك الاب وكان فيك الاخ وكان فيك العم وكان فيك الخال وكان فيك الصديق وكان فيك الحبيب وكان فيك الاخ وكان فيك كل شيء. شكرا لحقاش ديما كنتي كتحتويني، لحقاش دائما كنتي كدير المستحيل باش تشوف الضحكه مرسومه على شفايفي. شكرا لله سبحانه وتعالى انه رزقني اخ بحالك. انت اش غنقول لك؟ واخا نولد 10 غتبقى انت دائما ولدي الاول وولدي الكبير. عاود عنقني والدموع كيطيحوا من عيني وقال لي بالعكس، انا اللي كنشوف راسي اكثر شخص محظوظ في الدنيا. صدق عطاني واحد الاخت اللي هي رائعه جدا، كانت لي نعمه الام، كانت لي نعمه الصديقه، نعمه الناصحه، كتخاف عليا اكثر من راسها، كدير المستحيل باش تشوفني احسن واحد في الدنيا. شكرا بزاف، شكرا لسهرك الليالي ملي كنت كنكون مريض، شكرا بزاف ملي كنت كنكون كنحفظ وكتبقي تصاوبي ليا في القهوه وتجري في الزبيب وتخلطيه مع الكركاع واللوز والتمر وديريه في العصير وتعطيني نشرب. شكرا بزاف لحقاش كنتي كتنوضي الصباح بكري وتصبني ليا حوايجي وتشدي جيناتي وتحكيهم في السطح والبرد والشتا كتصب باش نلقى فاش نبدل. شكرا على كل حاجه زوينه درتيها على قبلي، شكرا على كل كلمه طيبه قلتيها باش تشجعيني وباش فعلا نخرج انا هو الشخص اللي الحمد لله مرتاح نفسيا، والحمد لله صحتي مزيانه، والحمد لله حيت ربيتيني على الخوف من الله سبحانه وتعالى، على القرب من الله سبحانه وتعالى. ويشوف في راجلي وقال ليه خويا جابر، انا كنحترمك وكنقدرك واخا ما عرفتكش وقت اللي هو طويل بزاف، ولكن عندي احساس داخلي كيقول انك انت ولد الناس وانك انسان اللي هو طيب جدا. ولكن مهما كان خصك تعرف ان اختي دائما دار خوها مفتوحه ليها، واخا يكونوا عندها 10 اولاد غادي ندخلها ودوك 10 اولاد غنهزهم فوق رموش عينيا. يعني ما تقولش ما عندهاش فين تمشي، لا طلقات ولا ولكن ما مطلقه عندي عيب او بالعكس. انا اختي كيف ما كانت راضي بها وقابل عليها وباغيها وما ساخيش بها حاليا، يعني وكانني كنعطيك جزء من قلبي، قطعه من روحي، فعافاك حافظ عليها، راهي اغلى واعز ما عندي في الحياه. ويقول لي ماشي اغلى واعز ما عندك في الحياه غير انت بوحدك، راه اغلى واعز ما عندي في الحياه حتى انا. وهز ايديا وبهزها. خويا فرح وقالنا الله يكمل عليكم بخير والله يسعدكم يا رب. ديك الساعه كان الشيفور كيتسنانا، ركبت معاه في الطوموبيل وانا حشمانه بزاف، بعد ما سلمت على الاهل ديالو كلهم وشكرتهم، اكيد حتى انا راني مصوابه. ويقول لي مبروك عليا عروستي. قلت ليه الله يبارك فيك. قال لي مبروك علينا. قلت ليه مبروك علينا. قال لي ان شاء الله يا رب نكون لك نعم الزوج ونعم الاب ونعم الاخ. ماشي بغيت ناخذ مكان ديال الاخ ديالك، ولكن اعتبري ان ما عندكش اخ واحد، عندك زوج، واكيد غنكون لك نعمه الحبيب باذن الله. واي حاجه تحرمتي منها انا مستعد انني نوفرها لك، وكنت منك نفس الشيء، انك تصونيني وتخافي عليا وتقدريني، مع ان هذا الشيء انا متاكد منه. وعاود هز ايدي وباسها للمره الثانيه، وواحد القشعريره رسلت في الجسم ديالي كله. حسيت بواحد السعاده ما يمكنش لدرجه ان واحد الدمعه طاحت من عينيا. حتى كنلقى راسي في المطار، ولكن دخلنا من واحد الباب مكتوب عليه VIP، كان فيه شي زوج ديال الاشخاص. جا واحد
الشيفور هضر مع الزوج ديالي، لقينا طوموبيله اخرى من نوع رولز رويس كتسنانا، ركبنا فيها مشينا قدام واحد الطياره، وانا طالعه مع دوك الدروج ودوك المضيفات كرموا في قطع ذهبيه وفي الورد عليا، وانا مضيقاش راسي وكانني ملكه قاعد شي فيك ملكه مراحل. انا ما عرفتش راسي شكون تزوجت والله ما عارفه فاش خدام، ولكن هذا الشيء راه واو بزاف. طياره خاصه ماشي صغيره وانما كبيره، كي دايره من الداخل شي كراسي مطليه بالذهب، العجب والغرب. المهم انا كنت مسخسخه ما قادرهاش نتحرك، وكانت غتكون عندنا تقريبا واحد 7 حتى 8 ساعات ديال الطيران. طلعت المهم جابوا لينا الماكله، كلينا داكشي اللي قسم الله، داكشي كان ما شاء الله، شي عرفتو شي ما عرفتوش ممكن تقلت بركه. من بعد نضنا غسلنا يدينا جينا جلسنا، قلت ليه اسمح لي راني عيانه بغيت نتسرح. داك الكرسي رجعوا لي بحال الشكل ديال شي كنابي، ودار دراعو تحت من راسي وقال لي دابا ممكن تنعسي. نعست وانا كنحس براسي وكانني ملكه زماني، ما كان حل عليا حتى كيقول لي راه حنا وصلنا صافي. انا يعني عيست يعني الله واش خرت واش درت الله اعلم، وابتسم لي في وجهي. وصلنا لواحد المكان اللي كان رائع جدا، كانت جزيره في اليونان، واحد المكان اللي هو خرافي جدا. لقينا واحد الزورق كيتسنانا في واحد المرسار، كبنا وصلنا لديك الجزيره. مشى داك الزورق فحال هاتو ويقول لي هادشي كله ديالك. قلت لي كيفاش ديالي؟ قال لي هاد الجزيره كنت شريتها شحال من عام هذا ودابا قررت انني نهديها ليك. بقيت نشوفي وانا مصدومه، قلت لي جزيره ديالك؟ قلت لي كيفاش جزيره ديالك؟ قال لي عادي جزر كيتباعوا الناس كيشريوهم، وانا شريتها حيت كانت كتعجبني حيت زوينه بزاف، وهنا ما كاينش اللي يتجسس عليك، ممكن تعيش حياتك بطريقه اللي هي عشوائيه كيف ما كتمنى وكيف ما كتبغي. وكاين اكواخ والكوخ الرئيسي هو اللي غادي ندوزو فيه ليلتنا الاولى. انا بقيت غنصدم تنشوف فيه، كان البحر، الجو كان زوين بزاف، كان دافي، نسمات ديال الهواء العليل، والفوق كتبان ليا بحال شي غابه كبيره كاين الشجر وما الى ذلك. مما درتي كتلقاي الشجر وكتلقاي البحر، واحد المنظر اللي كان رائع جدا. وكان واحد الجسر زوين بزاف. دخلنا لداك الكوخ اللي قال لي هو الكوخ الرئيسي، بحال شكل ديال شي فيلا مجهزه بداك الشيء شويه قديم، ولكن بين فيه كل اونتيكيتي، شي حاجه اللي غاليه بزاف وشي حاجه اللي في قمه الرقي. قال لي مرحبا بك، اعتبري ان هذا الكوخ ديالك، وراه اساسا راه هو ديالك وكلشي ديالك وانا راني ديالك. بديت كنضحك. دخلت درت بواحد التدويشه فاعله تاركه، كان واحد الجاكوزي مجهزه بشي حوايج ما يمكنش تطيحوا لكم على البال. دخلت معايا داكشي اللي خاصني نستخدمه، درت كريم كوربوريل بالعود لحقاش كتعرفوا الخليجه والعود كيحماقوا عليه. درت عطر ديال العود اللي كان رائع جدا. شديت شعري طلقته كامل على طبيعته، نشفته بالسشوار حتى نشف مزيان، هو اصلا ما محتاج والو لحقاش رطب كيف الحرير. جبت ديك القصيصه اللي كنت دايره قاديتها قسمتها على زوج. جبت واحد الماسكارا اللي كانت ترونسبارونط باش نمشي شفاري وصافي، درتها. درت روج على ليفغ اللي كان اللون ديالو غوز بارد، ولبست ديك النويزات، درت فوق منها واحد البينوار، ولبست الصنادله عاليه وخرجت. لقيت راجل لابس واحد الفوقيه وكيتسنى فيا. يا ما شاء الله يا الله، شنو هذا الجمال يا ربي، واش انتي ديالي؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. هز ايدي عاوتاني باسها، قال لي مبروك عليا، والله الا مبروك عليا، وما شاء الله اجمل ما شفت في حياتي من نهار تزاديت. يعني امراه في قمه الجمال، اكثر من داكشي اللي ممكن يتمناه شخص في احلامه. قلت لي شكرا بزاف، وكنحس بواحد الخجل اللي هو شديد جدا. هزني بشويه، داني حطني فوق من واحد لولي اللي كان على الارض وكله ورد، وكانوا غير شميعات دارين على شكل قليبات في داك الكوخ كامل. كان واحد الزجاج اللي هو شفاف في السقف كيبانوا لينا النجوم والقمر، واحد الجو اللي كان رائع 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 بما تحمله الكلمه من معنى. ودوزنا واحد الليله اللي ما عمرني ما ننساها لاخر لحظه في حياتي. فعرفت اشنو المعنى الحقيقي ديال الموده والرحمه، عرفت اشنو المعنى الحقيقي ديال الحب، ديال الاحترام، ديال التقدير، ديال انك تكوني انت في عينين الزوج ديالك.
بقينا كنخرجوا كنمشيو، بعض المرات كنديروا جوله بداك الزورق ديال الزوج ديالي. ما تواصلنا مع حتى شي واحد لمده اسبوعين وحنا في ديك الجزيره. تبرونزيت وعجبني الحال بزاف، كنت كنعوم، كنت كنخرج، كنبقى نجري انا وراجلي. سبحان الله العظيم كتقولي غتزوجي بواحد الشخص ما كتعرفيش، خصك بزاف الوقت باش تولفيه، ولكن هذاك التآلف اللي الله سبحانه وتعالى كيخلقوا بين الزوج والزوجه شي حاجه اللي ما يمكنش تشرح، شي حاجه اللي سبحانك يا الله. راجلي طيب 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 بأقصى الدرجات، في نفس الوقت شخصيته قويه 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 بزاف، وفي نفس الوقت حنين بلا قياس، حنين 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 حنين، وسبحان من زرع حبه في قلبي بديك السرعه الخرافيه. وهو نفس الشيء. واحد ليله كنا جالسين صافي ما بقى لينا والو، غادي نمشيو باذن الله للكويت، البلاصه اللي زاد فيها راجلي وكبر فيها واللي غادي نعيشوا فيها نكملوا فيها حياتنا باذن الله. حتى جلس يعاود ليا قال لي انا مريت بزوج زواجات اللي كانوا فاشله. الزواج الاول تزوجت وانا عندي 18 سنه، حيت مشيت كنقرا، تلاقيت مع واحد البنت اللي مسلمه من جنسيه عربيه، ولكن اكتشفت انها عايشه المعيشه ديال النصارى، وانا ما قدرتش نتقبل ان مراتي تكون هكذاك. دوزت معها تقريبا واحد العام ما كاملش وتفرقنا، واحد طلاق اللي كان عادي جدا، بحال عمرني ما عرفتها، بحال عمرها ما عرفاتني. هي رجعت لبلادهم ومن تما كنت سافرت لبلاد اخرى، وانا بقيت كنكمل قرايتي. قلت ليه اشنو قريتي؟ قال لي قريت اداره الاعمال، بحكم ان الاب ديالي عنده بزاف ديال الشركات وما كاينش اللي يديرهم. تبارك الله ما شاء الله. قلت لي انا قريت غير حتى لسنه ثانيه ثانوي، وباش نقدر نعاون الام ديالي اللي كانت مريضه، باش نقدر نعاون الاخ ديالي باش يكمل قرايته، كنت مضطره انني نخرج من المدرسه. قال لي هادشي ما كينقصش منك وانما كيزيد في القيمه ديالك، انت ضحيتي باش ناس اخرين يعيشوا حياه كريمه. الله كيفاش تيفكر. قال لي عاد الزواج الثاني ديالي ملي وصلت تقريبا واحد 25 عام، جيت الكويت، كنت باقي ديك الساعه كنوجد الدكتوراه ديالي، وفي نفس الوقت كنعيش معظم الوقت ديالي في الكويت. ديك الساعه بزو عليا انني نتزوج بنت عمي، بنت عمي اللي ما عنديش بها شي علاقه. هي بنت عمي كنشوفها في الا كانت عندنا شي مناسبه كنشوفها في الاعياد، صله الرحم وصافي. وبزوها عليا، هي ما كانتش باغياني وانا ما كنتش باغيها. تزوجنا وحنا ما راضيينش على بعضياتنا، فملي تزوجنا اكتشفت على شي حوايج اللي كنفضل انني نحتفظ بهم لنفسي ولكن ما سرونيش. المهم انا بقيت معاها واحد المده ديال 6 شهور غير باش ما يقولوش ان فيها شي عيب او شي حاجه، ومن بعد صافي طلقنا طلاق اللي كان اتفاقي، حيت هي اساسا كان عندها واحد الشخص اللي باغي تكمل معاه حياتها، وصدر برزقه بداك الشخص. من بعد انا ما نكذبش عليك تعقدت من الزواج، قلت انا شخص فاشل في الزواج، واخا انا عز عليا الدراري الصغار كنتمنى نكون اب، واخا انا عندي بزاف ديال المشاعر اللي ممكن نعطيها للمراه، ولكن قلت له ربما ما مكتبش ليا. وبقيت عايش على هذا الاساس حتى نهار تلقات الام ديالي معاك، وسبحان الله من اول نظره حسيت بان كاين واحد القبول بيناتنا، حسيت بان كاين واحد الالفه بيناتنا، حسيت بان انتي خلقك صدر ربي باش تكوني مراتي، وانا خلقني الله سبحانه وتعالى باش نكون راجلك. وقداش ما تلاقيت بك في المغرب وعاودت شفت فيك وطولت فيك الشوفه، تاكدت من انك انتي هي امراه احلامي، وبانك انتي هي ديك الانسانه اللي انا باغي نكمل معها حياتي. شفت البساطه ديال الاخ ديالك، كيفاش ما طلب لا مهر لا حتى شي حاجه، شفت كيفاش نتوما ناس اللي طبيعيين، وكيفاش نتوما ناس اللي ما فيكمش حس الطمع، ناس اللي قراب من الله سبحانه وتعالى، ناس اللي كيتعاملوا مع الناس بما يرضي الله. وداك الحب ديالك كل نهار كيزيد يكبر في قلبي، وكنتمنى غير امتى نجمع معاك في الحلال. والحمد لله ستر ربي حقق لي الرغبه ديالي. ما بين طيح العقد والعرس كنت كنتسنى غير امتى توصل داك النهار، امتى توصل اللحظه اللي غتولي فيها ديالي نمتلكك لاخر لحظه في حياتي وفي عمري. قلت ليه صراحه انا تعجبت بك من اول نظره، حيت بالي فيك انك شخص اللي هو طيب، شخص اللي كيخاف الله سبحانه وتعالى، شخص اللي هو مزيان. يعني كان هذا انطباع اولي. من بعد ملي قربت منك اكثر اكتشفت انك شخص لا يعوض، فالحمد لله انت هو عوضي الجميل. قالت انت هي عوضي الجميل. قلت ليه الحمد لله. قال لي يا خديجه واش ممكن نطلب منك واحد طلب؟ قلت لي امر. قال لي صراحه انت انسانه اللي شديده الجمال، جميله بشكل غير طبيعي. انا زوينه ولكن مش لهاد الدرجه. واو واش حسيت براسي، حدت راسي وقلت لي شكرا. قال لي
ما نبغيش شي واحد اخر فدني يشوفك من غيري. قلت لي انا راه تندير الحجاب وكنلبس ملابس فضفاضه. قال لي كنتمنى ان داك الحجاب يولي نقاب. قلت لي ما عنديش اشكال، يعني النقاب غادي يزيدني قرب من الله سبحانه وتعالى، واساسا انا من الواجب علي انني نطيع الزوج ديالي فيما يحبه الله وفيما يرضاه، وانت ما طلبت مني غير شي حاجه اللي ازيد تقربني من الله سبحانه وتعالى فانا موافقه. قال لي بهذه السرعه؟ قلت لي عادي، قلت لي يعني شي حاجه اللي مزيانه انا ما يشوفك شي واحد فدني من غير راجلك والمحارم ديالك. قال لي ما شاء الله عليك، والله العظيم انت اللي كنت كنتمنى. قال لي ما تحسبيش انا هادشي كنتحكم فيك، وانما ممكن تقولي تملك غيره، انت ديالي انا بوحدي، حد ما عنده الحق يشوفك من غيري، وكنغير عليك من راسي كيفاش ما غنغيرش عليك من الناس الاخرين. وهز ايديا وباسا وعنقني، وحسيت براسي انني ملكت الدنيا، حسيت براسي انني عندي واحد القيمه كبيره بزاف، بعد ما كنت كنحس انني اسفل السافلين، وليت كنحس انني انا هي ملكه الكون كله. كملت ديك الليله بخير وعلى خير، دازت زوينه بزاف. من بعد عاودنا ركبنا في ديك الطائره الخاصه ومشينا، ودخلت الكويت اللي كانت دولة صغيرة ولكن شديدة الجمال، وما شاء الله ناس طيبين. لقيتهم داري لي واحد الاستقبال ملكي في الدار ديال الزوج ديالي، الدار ديال الاهل ديالو. فرحوا بيا، ديك القهوه العربيه والتمر ديالهم خلوهم قدموا لي من الهدايا، ومهرة كتعنق فيا وتبوس فيا. وعرفت بان اختو الكبيره ما عندهاش الوليدات، ما كتولدش، او الزوج ديالها ما تيولدش، هو ولد عمها. ف مسكينه كتحس بواحد النوع من النقص، ولكن الزوج ديالها شخص اللي هو طيب وهي كتبغيه بزاف، وكانت قصه حب بيناتهم منذ الصغر وسنوات وهما مزوجين. ولكن صدر ربي ما قسمش لهم الوليدات، وكيفكروا انهم يتكفلوا، ولكن باقي كيقراو توابع هذا القرار، كيفكروا مزيان، ما بغاوش يجيو يديروا شي حاجه قبل ما يفكروا فيها. والحمد لله انا دوزت واحد النهار اللي هو زوين مع العائله ديال الزوج ديالي. من بعد طلعنا لواحد الجناح اللي كان ديالنا، لقيته رائع جدا، مجهز باخر ما كاين في التكنولوجيا وما الى ذلك. دخلت لانه راجلي لواحد الصالون اللي كان وسط الجناح ديالنا، جلسنا كنهضروا، ويقول لي خديجه الا بغيتي نسكنوا في الفيلا ديالي راه ممكن، ولا بغيتي نبقاو مع الام ديالي. قلت ليه علاش غنمشيو نسكنوا في شي بلاصه اخرى؟ تبارك الله هذا قصر ماشي فيلا كبير بزاف، و ساكن فيه غير الاب والام ديالك، اختك الصغيره، علاش ما نسكنوش معاهم ونونسوهم وتا انا يونسوني؟ ما نقدرش نعيش في شي بلاصه ما كنعرف فيها حتى شي واحد. قال لي انا ما كتعرفينيش؟ قلت لي انت غادي تكون تخرج تخدم. قال لي معاك الحق، وانا ما نقدرش نخليك بوحدك، راكي انت عارفه انني انا مهووس بيك. قلت لي الله يخليك ليا ولا لا يحرمني منك. فعلا عشنا في داك الجناح اللي كان زوين بزاف، كنا كنفطروا مجموعين، كنتغداو مجموعين، كنتعشاو مجموعين. ملي كيخرج الزوج ديالي الخدمه كنبقى انا مع الام ديالو اللي كنقول لها ماما الله يخليها ليا الله يطول لي عمرها. كنبقى مع مهرة، كنضحكوا كنجمعوا، كتجي بعض المرات زهراء كدوز معنا وقيت كيجي الراجل يديها. راجلي كان كل مره فين كيديني، كل مره داني الدوله كاع الخليج كله تساريناه في المده ديال شهرين. الشهر الرابع كنحس براسي ماشي هي هذيك، وما تنحملش نشم ريحه راجلي، وما تنحملش نشم ريحه الماكله. ما عرفتش شنو داك العجب. راجلي عند واحد الطبيبه اللي هي كيمشيو عندها كاع العائله كلها، العائله ديال العائله، حتى كتقول يا مبروك مدام راكي حامل. عطرت بالفرحه، راجلي تيعنق فيا وتيبوس لي في ايدي وتيقول لي الحمد لله، نزل سجد. مشينا للدار قلنا اليوم راه ما يمكنش تصوروا الفرحه ديالهم، واحد الفرحه وانا بقيت فيا زهراء مسكينه اللي كانت سعيده جدا وكانها هي اللي حامله. الحمد لله رب العالمين. اتصلت بالاخ ديالي قلت ليه هاكين وهاكين، وخويا كان كيتصل بيا يوميا، كل نهار كنهضر انا وياه. دازت اشهر الحمل بخير وعلى خير، وراجلي مفششني، ماما مفشاني، زهراء ما يمكنش نقول لكم، كتجيب لي شهوات وتقاد ليا. انا تبارك الله كتعرفوا المغربيات، غير داز ديك 3 شهور الاولى ديال اللحوم وتبارك الله وقفت وتنطيب لهم الماكله ديال المغاربه وداكشي، وكيحماقوا عليه، وكنت عزيز عليهم كلهم. الحمد لله عندي روح الدعابه، كنتعامل باحترام مع الناس كلهم، حتى المساعدين كيحماقوا علي، المساعدات وحتى المساعدين اللي على برا، الناس كلهم تيحترموني وكنحترمهم، كيقدروني وكنقدرهم. كنبغي نخرج مع راجلي كندير نقابي. الحمد لله
مرت اشهر الحمل بسلام. ملي ولدت كنلقى خويا قدامي، ولدت ابن ذكر اللي سمينا عبد الله على اسم ديال الجد ديالو اللي هو الاب ديالي الله يرحمه ويوسع عليه. وفرحوا بي واحد الفرحه اللي كانت خرافيه. وانا فرحت بخويا، فرحت بولدي اكيد، لحقاش هذاك حلم كنت كنظن انه مستحيل يتحقق في يوم من الايام، ولكن فرحت حيت كنت موحشه خويا بزاف. جلس معايا خويا واحد المده اللي كانت طويله. من بعد تفاهم هو والزوج ديالي على انه غادي يصيفطوا لامريكا باش يقرا واحد العامين، عاد يرجع الكويت باش يستقر معانا، لحقاش عارفني ما نقدرش نعيش بلا بيه، وبغى يحقق لي كاع داكشي اللي كنتمناه، كاع داكشي اللي تيعجبني. انا فرحت بزاف حيت بغيت خويا يوقف على رجليه، بغيت يدير شي حاجه في حياته. بقينا حنا وعبد الله عايشين واحد الحياه اللي هي زوينه. زهره تكفلت بواحد جوج بنيات توأم اللي ما شاء الله غزيولات وظريفات، وفرحت بهم وحياتها ولات اجمل بوجودهم. مهرة مشات باش تكمل قرايتها خارج الكويت حتى هي على برا. مشات صدر بيسر لها امرها كتقرا مزيان. انا ما كملتش عام ما بين ولادتي والحمل الثاني ديالي. حملت عاوتاني ولدت وليد سميتو محمد على اسم الجد الثاني ديالو. ما نقولش لكم الفرحه ديال العائله، فرحانين بيه واحد الفرحه لا يمكن تصورها. يعني الحمد لله رب العالمين، واحد الفرحه اللي كانت كبيره 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 بلا قياس. خويا الحمد لله بخير وعلى خير. جا شد وحده من الشركات ديال الزوج ديالي، لحقاش هو كان مستقل على الاب ديالو اللي كانت الشركه الام ديالو كتصنع العطور الخليجيه الفخمه جدا، وعاد عنده شركه ديال تصميم مجوهرات. يعني هما كيصمموا مجوهرات في نفس الوقت كيخدموا في العطور. والزوج ديالي وخويا ولاو كيخدموا مع بعضياتهم. الحمد لله حياتنا صارت اجمل بكثير. ولدت بنيه فرحت بها بزاف. كانت سعادتي بها لا توصف. سميتها امينه على اسم الام ديالي الله يرحمها ويوسع عليها. الاخ ديالي ملي جا وجات مهره ولاو كيبغوا بعضياتهم. وملي هو كان حشمان وما قدرش يقولها للزوج ديالي، ولكن مهره من داك النوع الذي لا يستحي. مشيت قالتها لبا، قالت لي انا كنبغي وبغيت نتزوج به. الحمد لله ان الاخ ديالي كان على خلق ودين ولا ميسور، بحكم انه خدام خدمه اللي هي مزيانه. اكيد رحبوا به، مع ان قليل فين شي خليجي كيزوجوها الغير خليجي، ولكن سبحان الله هما الناس اللي كيعرفوا يختاروا. وانا خويا ما غاديش نشكرو لحقاش خويا، ولكن فعلا يستحق. الحمد لله داز العرس ديالهم زوين بزاف. نزلنا المغرب درنا اليوم عرس، عرضنا على عباد الله. وراجلي شرا لي واحد الفيلا كيف دايره وعامله في مراكش. شرا لي فيلا على البحر في طنجه كيف ما كنت كنتمنى دائما. طنجه اللي عمرني ما شفتها، كنت نشوف غير التصاور ديالها في اليوتيوب، حتى ولات عندي فيها فيلا. ما نقولش لكم راجلي داكشي داروا عليا لا يوصف لا يوصف. يعني تعشقني واحد العشق ما يمكنش. الام ديالو فرحانه بيا، الاب ديالو فرحان بيا. خويا كنشوف انه سعيد في حياته، زادت عنده بنيه فرح بها قد حقه في الدنيا، وعيش هو ومراته بما يرضي الله. زهراء مربيه دوك البنيات غاديين وتيكبروا، هي كتعلق بهم اكثر فاكثر هي والزوج ديالها. والحمد لله ولدت بنيه اخرى، ومن بعد ولدت وليد اخر. يعني ولاو عندي 5 ما بين بنيات وليدات الله يحفظهم ويخليهم ليا. وخويا ولات عنده بنيه وليد، وزهراء باقي عندها دوك 2 بنيات. والحمد لله كنمشي المغرب دائما وابدا، كنترحم على الام والاب ديالي، كنعاون الناس اللي عرفتهم محتاجين على قدر استطاعتي، كنحاول ندير الخير، كنحاول انني نقرب من الله اكثر فاكثر. لحقاش ما عرفتش، كنت عايشه في واحد العالم غمضت عيني حليتهم، بقيت راسي عايشه في عالم اخر اللي هو مختلف تماما عن العالم الاول. كنت كنقول بانني عمرني في حياتي ما غادي نكون سعيده، انني صافي غنبقى فحال هكا، غنبقى بايره، غنبقى عاني، حتى شي واحد ما غادي يرضى يتزوج بيا. خصوصا ملي الناس بدات كتشكك في الشرف ديالي، بداو كيقيسوني في العرض ديالي، الناس اللي بداو كيقولوا عليا هضره اللي هي خايبه بزاف بعد داك المرض وداك الاكتئاب، بعد ما مشيت عند طبيب نفسي. سبحان الله العظيم مشيت العمره كهديه من عند الاخ ديالي، وتلاقيت مع الراجل اللي غيولي هو حب حياتي، زوجي، الاب ديالي، الصديق ديالي. سبحانك يا الله، يعني واحد العلاقه كتربطني به راه ما يمكنش. الله يديمها محبه، والله يديمها ألفة بيناتنا الى اخر يوم في عمرنا باذن الله.
سبحانك يا جليل. شحال من واحد كتحقرو في الاخر صدر ربي كيعطي واحد النهايه اللي هي جميله جدا. انا راضيه كيف ما كنت دائما راضيه، وقانعه كيف ما كنت دائما قانعه، وحمد الله وشاكره كيف ما كنت دائما حمد الله وشاكره في الضراء قبل السراء. اكيد كنمروا من شي اوقات اللي كتكون قاسحه بزاف، ولكن العوض الجميل جاء على شكل جابر الله يخليه ليا والله يطول لي عمره، وعلى شكل ماما فاطمه، وعلى شكل بابا محمد، وعلى شكل زهراء، وعلى شكل مهره، وعلى شكل الاخ ديالي. يعني سبحان الله العظيم، حياتي امتلأت بزاف ديال الناس اللي كيبغيوني، عاد الناس اللي تعرفت عليهم ولو عندي صديقات من قبل ما كانوش عندي، ولكن حدودي معاهم اننا نتلاقاو في مجلس نسائي نجمعوا نضحكوا، والله يعاون الله يعاون. ديك تجي عندي لداري وتعرف راجلي ونعرف راجلها، داكشي ما عنديش. انا مغربيه حره وقحه، وما غاديش نكون مكلخه لدرجه انني ندخل شي وحده لداري وندخلها لحياتي تصدق نطير ليا الراجل، نصدق نفليبي. واخا انا كنثق في راجلي، ولكن ما كنثقش في العيالات حيت ما تنعرفهمش. ماشي كاع العيالات خايبات، ولكن ماشي كاع العيالات مزيانات. صدر ربي عطاني واحد النعمه خصني نحافظ عليها ونشد فيها بيديا وسنيه، وانا شاده فيها الحمد لله. وانا هي خديجه اللي كلشي كان كيقول عليها بايره، ودابا ولات تيشوفوني تيقولوا الله يعطينا سعد البيرات. وهذه قصتي وهذه حكايتي. فعلا قصه لي اكثر من رائعه، زوينه بزاف. غير هي ديك الكلمه ديال بيره، عانس، شارفه، مشقفه، عقروشه، هجاله، مطلقه، شايطه، تنتقبلهمش. انا قلت بيره، ولكن هادشي كيقولوا المجتمع اللي انا عايشه فيه. انا كنتمي لهذا المجتمع، ما يمكنش ما نكونش ننتمي ليه. فانا كنوظف الكلمات اللي كيوظفهم المجتمع، هذا ما كيدلش على انني مقتنعه بهم، بالعكس انا ضد اي كلمه كتنقص من اي كائن كيف ما بغى يكون، فما بالك بالمراه اللي كرمها الله سبحانه وتعالى. فالمراه سبحان الله وهي طفله كتكون رائعه، وهي مراهقه كيزيد يبرز الجمال ديالها، وهي شابه كتولي شي حاجه اللي هي رائعه جدا. كتبدا توصل منتصف الثلاثينات، الجمال ديالها كيبدا يكبر اكثر فاكثر فاكثر، الانوثه ديالها كتبرز اكثر فاكثر فاكثر. في سن 40 كتولي انسانه رزينه مثبته جميله واعيه عارفه اشنو كدير. في سن 50 سبحانك يا جليل كتولي عندها واحد الهيبه، كتولي عندها واحد التباته، كتولي انسانه اللي ممكن تجلسي حداها وتعطيك نصائح. في سن 60 كتولي داك الصدر الحنون اللي ممكن تجي تحط راسك عليه وتعاودي ليها وتنصحك وتوريك عندها واحد الصبر اللي كيخليها متاحه للجميع، يعني بطريقه اللي هي ايجابيه وليس الطريقه اللي هي سلبيه. كل عمر سبحان الله العظيم عنده ايجابياته. فالمرأة جميلة من نهار كتولد نهار كيديموا الامانه امانته، وكل عمر سبحان الله عنده الجمال الخاص به. فكنتمنى ان المجتمع ديالنا يوصل واحد النهار ويتطور ويحيدوا منه هذه الكلمات السلبيه اللي الناس يقولون بعض المرات بحال كيبغوا يداعبوا بهم الاخرين، ولكن هما كيجرحوا الناس في الاعماق ديالهم، ممكن يتسببوا لهم في امراض نفسيه، في عقد نفسيه. فالله يهدينا على راسنا والله يهدينا على الاخرين. سبحان الله، هذه القصه بغيت نقول لكم انها حقيقيه بنسبه 90%. البنت كنعرفها شخصيا ومباركه، باش المهم غيرت شي حوايج غير باش شي حد ما يعرف شكون هي واخا يعرفوا البنت. يعني ما شاء الله على حياتها هي رائعه جدا. دابا راها تبارك الله ما شاء الله عايشه حياتها بالطول وبالعرض مع راجلها ومع عائله راجلها ومع وليداتها، الله يديمها سعاده عليها يا رب، والله يفرحها بوليداتها يا رب. فالعقوبه لينا وليكم صديقاتي اخواتي العنيسات، الله يرزقنا احنا بشي سعد بحال سي جابر يجبر بقلوبنا يا سيدي ربي سيدي ربي سيدي ربي. اخواتي الارامل المطلقات الله يجعل عوضكم خير ورجل ولا كل الرجال يا رب يا رب يا رب. الناس اللي تزوجوا ما عندهمش وليدات ما تقنطوش من رحمه الله سبحانه وتعالى، استغفروا، صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، واكيد غيجي واحد النهار وغتهزوا بنيتكم ولا وليدكم بين ايديكم. الناس اللي عندهم وليدات ان شاء الله تفرحوا بهم وتشوفوهم كيف ما كتمنوا في ارقى المناصب وفي شأن اللي يكون رفيع جدا باذن الله. الناس المرض الله يشافيكم ويعافيكم ويعطيكم الصحه والسلامه وراحه البال، والله يخفف عليكم، الله يخفف على كل شخص مريض يا رب، والله يعوضه خير. كل شخص مكتئب كيحس بالغمه في قلبه الله يفرجها عليه يا رب.
كل واحد منا او منكم كان مر بشي ضائقة، الله يفتح في وجهه ابواب الخير والرزق والسعادة. كل شخص محتاج له رزق من حيث لا يحتسب بغير حساب. كل شخص بعيد على اهله وحباب والله يجمعوا بهم في ساعة الخير، وتكون واحد الجمعة اللي هي سعيدة جدا بإذن الله. كل واحد فينا وفيكم كيتمنى شي حاجة في الخير الله يحققها عليه. كنتمنى لكم الصحة، السلامة، راحة البال، وبزاف بزاف بزاف ديال السعادة، سعادة الدارين الدنيا والآخرة إن شاء الله. ولو وصلتم معايا حتى لهنايا عافاكم عافاكم عافاكم. ما تنسونيش من الاشتراك، من الإعجاب، ومن التعليقات ديالكم الرائعة جدا. وعافاكم عافاكم بارطاجيو قدر المستطاع، لأن أي وحدة فيكم شاهدت وبارطاجات كتاخد بزاف 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 ديال الحسنات، لأن هادشي كله كنديرو لوجه الله تعالى. فالله يساليكم أمركم والله يفرحكم كيف ما كتفرحوني. كانت معكم غالية اللي كتبغيكم وكتعشقكم عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.